السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض بلح الشام بطريقة حلوة جدا وبسيطة وسهلة، ومقادير يا دوبك كده تشوفيها تحفظيها، وطريقتها سهلة وممتازة. والنهاردة بقى هيبقى بلح الشام بتاعك مظبوط في كل حاجة، وسكره مظبوط، وسكر سكر سكر السكر مظبوط. هي السكر عارفة نفسها ماشي يا سكر. ف بلح الشام النهارده بتاعي طريقته حلوه جدا، مقادير بسيطه خالص. اول كده ما هنقول المقادير مع بعض هتعلم في دماغك وهتعملي بلح الشام على طول بالطريقه دي. لو انت اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اولا عملت ايه؟ دي كوبايه من الدقيق، حطيت عليها ربع كوبايه من النشا، حطيت عليها معلقتين من النشا. دماغي ايه هيسيب ربع كوبايه. ده كوبايه من الدقيق حطيت عليها معلقتين كبار من النشا، معلقتين كبار من النشا، تمام. وهحط هنا كوبايه من الميه، هحط عليها اقل من ربع زيت. فانا هقول لك اقل من ربع زيت مش هتعرفي، يعني 4 معالق كبار من الزيت، فعيرتهم قدامك علشان ايه نبقى فاهمين. كوبايتين الميه بياخدوا ربع زيت، لا نص الربع بقى، فدول 4 معالق من الزيت، معلقه كبيره من السكر، كوبايه من الميه، دول كوبايه من الدقيق عليهم معلقتين من النشا، كوبايه من الدقيق عليهم معلقتين من النشا، عليهم ذره ملح، عليهم ربع معلقه صغيره بيكنج باودر. ده الدقيق، دقيق نشا ملح بيكنج باودر ميه سكر زيت، سنه كده من الفانيليا عشان تبقى الريحه حلوه يعني. واحنا كده كده هنحط فانيليا بعد كده برضو، بس دي سنه صغيره خالص. هنقلب كده اما الميه تغلي، ما تسيبهاش تغلي كتير علشان الميه ايه بتاعتك ايه ما تقلش قوي. وتقومي نازله كده بالدقيق واعجني بقى من اول بقى ما تفضلي بقى تلفي كده بالدقيق في الميه على النار، ما تسيبهاش على طول، لا العجن ده زي الاكلير كده بالظبط، لازم تعجني فيها شويه كده على النار وتاكدي ان كل المكونات اختلطت وايه ولفت معاكي يعني وبقت كويسه، وتعملي الحركه دي. خلاص يا استاذ ملكوكه. فايه فتفضلي كده تعجني فيها شويه كده ايه على النار، زي ما قلت لك زي الاكلير بالظبط، لغايه ما تحصل كده ايه الحله بتاعتك يكون فيها قشر خفيفه كده، وخلاص تطلعيه. هسيبها بقى. انا كنت عامله الشربات بتاعه، لان كنت عامله الوصفه دي مع الزلابيه بتاعي امبارح. فيديو زلابيه نازل جدا، في ناس كتير ما شافتوش. الزلابيه ما عجبتكوش ولا ايه؟ فلسه ما شافش الفيديو يا ريت روحي شوفوه، كان فيديو حلو جدا والله وجميل قوي، ونتيجته ممتازه ممتازه ممتازه. فيا ريت روحي شوفوا الفيديو بتاعي امبارح، مش عارفه ما عجبكوش ولا ايه يعني. الفيديو كله مفيش نازل نازل نازل، انا متعوده انكم بتشجعوني مش هتهبطوني تاني يعني. اللي ما شافش الفيديو بتاع الزلابيه يعني فضلا منكم روحي شوفوه. نزلت بقى بكوبايه دي، هتاخد مني بطين. هحط كده. الحقيقه سبت العجينه ترتاح براحتها خالص، ما تحطش عليها البيض طبعا وهو سخن عشان ما يستويش معاكي. فالحقيقه سبتها بزياده يعني. ابني بقى كان بيعيط ورحت شفت ابني وقعدت معاه ساعتين 3 كده براحتي خالص، وسبت العجينه بردت جدا. فبرضو ما تعملوش ده، ما تسيبوهاش تبرد قوي قوي كده، لان ايه هي كانت جمدت كده بردت قوي. لكن انا قلبت فيها اول بيضه وقلبت فيها تاني بيضه، وحطيت شويه من الفانيليا لغايه ما العجينه بقت معايا بالقوام ده كده، يعني عجينه ملزقه كده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. هحطها في القمع بتاعي، وجبت القمع كده بتاع البلح الشام من ام احمد، هنشتغل بيه النهارده. هقطع بلح الشام على الزيت يكون مش سخن يعني، زي ما هو كده. جبت الطاسه كده على الرخامه وبقطعها زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي كده اهو. هقطعه بقى صغير كده، كنت حباه يبقى صغير ما يبقاش كبير قوي، انت الحجم اللي انت حباه اعمليه. بس القمع ده بيطلع بلح الشام تخين جدا، بس هو ده بقى القمع المتواجد بتاع بلح الشام يعني، هو بيبقى كده هو ده. فهقطع بلح الشام في الزيت كده وهو بارد بالمقص كده زي ما انتم شايفين كده. هقطع كل الكميه، وبعد كده نروح نسويه على الزيت على نار ايه على نار هاديه. انا بحب اسويه على نار هاديه عشان يستوي من جوه ومن بره. وعندي برضو تركيه في التسويه هقولك عليها دلوقتي، طلعهولك مقرمش وحلوه قوي قوي قوي. تابعي بقى كملي الفيديو بقى، ما تمشيش ما تاخديش المعلومه وتطلعي تجري، لا يعني ما تاخديش اللي انت عايزاه وتطلعي تجري. اقفي كده وكملي لي كده المعلومه وكملي الفيديو واضغطي لي لايك يعني، علشان انا بتعب في الفيديوهات دي، وعلشان مالك كمان تهيبني ومش راضي يسكت. مسكت بقى مالك، مسكت بقى ملك. احط بقى زي ما انتم شايفين كده، حطيته على النار. هيبدا بقى كده ايه معاكي كده واحده واحده كده ويستوي. خليه على نار هاديه زي ما قلت لك، مش يكون ايه نار عاليه، علشان تضمن ان هو يكون مستوي من جوه. بالذات بقى حجم بلح الشام ده بلح شام جامبو يعني. فانا خليته كده على نار هاديه كده لغايه ما النار براحته الزيت براحته سخن وبراحته ايه
ما بقلبش فيه بالمعلقه الا ما اعرف ان هو خد جفر كده ايه الابيض كده من بره وبدا يستوي كده من بره، فخلاص بقى بمسك المعلقه واقلب فيه. لكن قبل ده ما بحطش عليه المعلقه خالص عشان ما يبقاش اشكال هيروغليفيه. اهو زي ما انتم شايفين كده. هعمل بقى التركيه اللي انا بقول لكم عليها من شويه. هطلع بلح الشام اول ما يصفر كده وياخد لونه الاصفر الخفيف وهو ابيض زي ما هو كده، زي ما احنا عملنا في الزلابيه امبارح. يعني انا هسويه على مرتين، يعني هطلعه وهو ابيض واسيبه يبرد واكمل تسويه بقيه بلح الشام وارجع احمره مره تانية، ودي بتديله تحميصه زياده الحركه دي، وبيبقى محمص جدا يعني وكريسبي اكتر. فالحركه دي بتبقى حلوه قوي، بيبقى ايه كريسبي وحلو كده. هخلص كده بقى وهوريكم اهو. هطلعه كده وهو ابيض وهرجع اروح اخلص الكميه بتاعتي كلها تقطيع، وهقول لكم بعمل ايه ما يكون معايا طاسه تانية وتالتة ورابعه. دي كوبايه واحده من الدقيق عملت لي الطبق اللي انتوا شفتوه في الاول ده. انت عايزه تزودي الكوبايه وتزودي المقادير للضعف تمام حلو قوي. هطلعه شايفين مطلعها ابيض خالص يا دوبك ايه واخد الايه حاجه صفرة خالص بسيطه خالص. طلعته زي ما هو كده وهسيبه يبرد، وهاخد كده الطاسه زي ما انتوا هتشوفوا الوقت كده، وهبعد خالص عن النار وهروح اقطع بقيه الكميه. انا الحقيقه في ناس بتستنى اما الزيت يبرد خالص، لكن انا مش بستنى، انا كفايه ان انا ارفعه من على النار ودرجه الحراره عم اقطع واحده واثنين وثلاثه واخلص كميه تقطيع. بيكون اصلا الزيت ذات نفسه برد زي ما انتوا شايفين كده، وبرجع ارجعه تاني على النار بقطع عادي وبرجع ارجعه، وبرده بسيبه على نار هاديه علشان يستوي معايا كويس قوي من جوه. وهعمل برضو الطاسه بتاعتي زي العاده. عفوا. هعمل بقى الطاسه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهو. هيبدا كده الزيت كده ايه يسخن، لانه هو كان الزيت طبعا برد عم خلصت تقطيع الكميه دي، وهما الطاستين دول بس هما كوبايه الدقيق، كميه بسيطه وخفيفه حلوه كده، طبق تقدري تعمليه لاولادك كده وايه حلو جدا جميل قوي وكريسبي. وزي ما قلت لك هتسويه على مرتين. دي تركايه حلوه قوي في بلح الشام تقدري تعمليها. طب انت مش عايزه تسويه على مرتين، عايزه تسويه على مره واحده تمام بيبقى حلو جدا نفس الحكايه كده، وتكملي سويه للاخر مفيش مشكله. بس الحركه دي ان انا ارجع ان انا ابرده وارجع احطه تاني في الزيت بيبقى كريسبي اكتر. عايزه كريسبي اكتر ولا عايزه كريسبي حلو وبرده يبقى كريسبي وعادي وجميل ومستوي على مره واحده وحلو مبقاش وحش جميل. مين اللي جه في سيرة شرقانة؟ لكن طبعا لما نسويه على مرتين بيكون احسن وبيكون جميل جدا وبقى وكريسبي واكتر يعني. فانت شوفي ايه المناسب ليكي وجربي دي وجربي دي واكتبي لي في التعليقات انت عملتي بلح الشام على طريقتي صح يا ملك؟ صح. هخلص بقى كده انا كده بقى نزلته الزيت مره تانية بعد ما ايه ما برد. فهخلص بقى واديله اللون اللي انا ايه عايزاه، وهنزله بقى في الشربات. الشربات بتاعي يكون تقيل، انا نسيت اتكلم على الشربات خالص. الشربات بتاعي بيكون تقيل وبيكون بارد. شربات بلح الشام بيكون كوبايتين من السكر عليهم كوبايه من الميه. الكميه اللي هي دي تطلع بكوبايه ميه ونص كوبايه سكر عادي بتقضيها. فالكوبايه دي عادي بتطلع بنص كوبايه من السكر، بتكون بكوبايه من السكر نص كوبايه من الميه، وبيغلي 5 دقايق بس. ما تزوديش عليه غلوانه علشان الكميه يعني الميه ما تقلش قوي والشربات يتقل معاكي زياده عن اللزوم. لكن الحقيقه الكميه اللي انا كنت عاملاها كانت كوبايتين من السكر وكوبايه من الميه، وبرده غليان 5 دقايق علشان ما تزوديش عليه قوي. انا كنت يومها عامله وصفتين، وصفه الزلابيه ووصفه بلح الشام، بس عامله كميه الشربات دي عشان تقدمهم الوصفتين، وكوبايتين من السكر كانوا طلعوهم الوصفتين، لان كنت عامله كوبايه دقيق من دي وكوبايه دقيق من دي. ايدك بقى في بلح الشام كده لغايه ما ياخد اللون اللي انت حباه، في ايدك على طول فيه كده ما تسيبهوش لغايه ما ياخد اللون اللي حباه، ويطلع كده يدخل ايه على الشربات على طول بيبقى مقرمش معاكي وزي الفل. هخلص برضو الكميه كده الباقيه اللي معايا بنزله على الشربات على طول، وبعد كده بحطه في مصفى يصفي بقيه الكميه. هخلص انا بقى الكميه دي وارجع لكم اهو. دي النتيجة بتاع بلح الشام، واخد لون حلو جدا. كان هنا الفلاش مطفي، وبقى والله والموبايل بتاعي كمان بيغمق الحاجة كمان، لكن انا بحب كده اقرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا اللون الاصلي. واخد اللون الذهبي الخفيف الجميل وحلو جدا وكريسبي. وهفتح لكم واحده من جوه دلوقتي علشان تشوفوا التفرغات اللي فيه. جربي كده، حطي ربع كوبايه من البيكنج، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر اللي بقولك عليها، هتفرق معاكي جدا وهتساعد البيض وهتساعد البيض
ان هو يكون معاكي مفرغ من جوه وحلو جدا. الحقيقه انا كنت كويسه ومش عارفه ايه اللي حصل لي فجاه، بس الحمد لله. هو كل القحه وكل الشرقان وكل اي حاجه ما بتجيش الا ساعه ايه ما بصور الفيديو. بس الظاهر حد ايه جاي في سيرتي جامد قوي، لاني مش شرقان بدمع كده مش عارفه مالي ايه اللي حصل لي. يلا الحمد لله. والله انا كنت قبل ما اعمل صوت على الفيديو كنت كويسه جدا، بس مش عارفه ايه اللي حصل لي. المهم هخلص بقى اهو. شفتوا كده؟ انا كان نفسي والله اسمع لكم صوت القرمشه هو قد ايه، بس انتوا شايفين وهو باين قدامكم هو قد ايه كويس وجميل ومقرمش وحلو قوي. بس بقى كان في دوشه جنبي كتير جدا. انا فعلا سجلت صوت، بس كان في دوشه جامده جنبي يعني، وهي اللي بتصوت وعيل مش عارفه ايه. ف حلو كده قوي الحمد لله ان هي جات لي كده. بس انتوا طبعا شايفين هو قد ايه مفتح وقد ايه في فراغات من جوه، وحلو قوي، مش عجين مش مكتوم، حلو جدا. كل حاجه فيه ما شاء الله طالعه جميله وطعمه حلو قوي. واظبطوا الشربات بتاعه زي ما قلت لكم، شرباته تقيل وبارد وهتطلع معاكي كل حلو. الحلويات الشرقيه اساسها اصلا الشربات، يعني اللي بيفرق معاك من حلويات لحلويات او يظبط كنافه او يظبط جلاش او يظبط بسبوسه انك تكوني عامله الشربات كويس قوي. شايفين شكله حلو ازاي؟ شكله حلو جدا وطريقته بسيطه وسهله، وكوبايه دقيق وبيضتين عملنا بلح الشام الجميل ده. هي الكميه دي بقى كان خلاص بقى بيخطفوا كده. فايه شويه وهنقعد اقول كده بتاعه المسلسل ما سابلوش غير دي ما سابلوش غير دي. انا بقعد اتحايل عليهم واقول لهم اخلص تصوير الاول، لكن على مين؟ ما فيش الكلام ده، بيخطفوا وبيجروا يقولك مش لازم التصوير ومش لازم الصوره اللي انت تاخديها. انا بقعد كده اقعد عايزه اخد صوره الاول، عايزه اخد صوره يا ولاد الاول مفيش الكلام ده. يلا الحمد لله. وده كده بقى شوفوا شكله حلو جدا، والحقيقه التب ده حلو جدا وشكله يعني ايه هو حلو كده ومقلبس فيه وجنبه زي ما قلت لكم، بس شكله جميل قوي وعطيه شكل حلو. اشوفكم بقى في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش بقى اللايك.